أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج فلاش. موضوع حلقتنا النهاردة عن لاعب مثير للجدل جوه الملعب وبره الملعب. لاعب عنده طموح كبير قوي والكلام عنه كتير جدا، من أول ما جه إمام عاشور لنادي الزمالك وهو انضم لقائمة المشاغبين في كرة القدم. نبدأها بمشكلته مع وليد سليمان، واللي كانت من أسوأ مشاهد الكورة في مصر. في مباراة الأهلي والزمالك في كاس السوبر حصلت خناقة ما بين لعيبة الأهلي ولاعيبة الزمالك، واتدخل وليد سليمان علشان يحل المشكلة دي، لكن مع الاشتباكات اللي حصلت وقتها وقع وليد سليمان على الأرض، وجه إمام وضربه بالشلوت وطلع يجري في مشهد ما كانش كويس خالص. ودخل وليد سليمان بعد الماتش زعلان جدا ومتعصب، وطلع إمام عاشور بعدها واتهم جمهور الأهلي إن هم حاولوا الاعتداء عليه بعد الماتش، وإن هم كسروا له عربيته، علشان تحقيقات النيابة بعد كده تنفي صحة كلامه نهائي. وطلع بعدها إمام في لقاء تلفزيوني قال إن أهله قطعوه بسبب المشهد ده، وهو عرف غلطته، وإن هو حاول أكتر من مرة يعتذر لوليد سليمان. وكابتن محمد الشناوي اتدخل وحل المشكلة دي، وقال إن هو ما كانش في وعيه لما عمل حاجة زي كده، وإن الموضوع ده لو اتكرر 100 مرة هو مش هيعمل كده تاني. وفي مباراة الأهلي والزمالك في يونيو 2022 بعد نهاية اللقاء حضن إمام عاشور وليد سليمان علشان يأكدوا إن وليد سليمان وإمام عاشور اتصالحوا. المشكلة التانية كانت نقطة سودة في تاريخ إمام عاشور، وهي إهانة رموز النادي الأهلي وأبطاله بألفاظ خارجة. في فيديو كان متصور له في غرفة ملابس نادي الزمالك بعد مباراة الزمالك والأهلي في فريق الشباب، وطبعا بعد نزول الفيديو ده كل الدنيا اتقلبت على إمام، ونجوم النادي الأهلي وبعض المذيعين رفضوا تصرف إمام وعنفوه. وطلع النادي الأهلي وصرح إن هم قدموا بلاغ للجنة الانضباط والاتحاد الكورة علشان اتحاد الكورة يحقق في الموضوع ده ويقرر توقيع عقوبة كبيرة على إمام عاشور، وهي إيقافه 12 ماتش وتغريمه 200,000 جنيه. المشكلة الثالثة كانت مع نادي غزل المحلة. المشكلة اللي بدأت لما إمام اتعهد لشركة غزل المحلة إن هو هيدفع مبلغ 2 مليون جنيه قيمة صفقة انتقاله للزمالك على 4 شيكات. فوقتها سدد إمام 3 شيكات بس، والرابع ما تسددش علشان يطلع حكم ضده بالحبس لعدم تسديد شيك بقيمة 500,000 جنيه. المشكلة الرابعة كانت في ماتش الزمالك والمصري. حصلت مشادة بعد الماتش، وطلعوا لعيبة المصري وقالوا ان سبب المشادة دي استفزاز إمام عاشور ليهم. وطلع إمام في ستوري على انستجرام وقال للعلم انا ما حصلش مني حاجة في الملعب، واللي حصل ان لعيبة المصري عايزين يضربوني وانا مشيت على اوضة اللبس. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لو اول مرة تشوفونا. سلام. بعد اذنك يا سمكة سمكة، يلا سمكة سمكة يا سمكة.
كل شمال